صباحكم رضا، صباحكم فل وياسمين ورضا من رب العالمين، اللهم امين. انا هقول لكم النهارده على طريقه صينيه الفراخ بالبطاطس. حلوه جدا جدا جدا، بس انا تفاصيل طبخي في الشتاء غير خالص 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 تفاصيل طبخي في الصيف. في الصيف بحاول اقلل يا جماعه شويه كميه الطماطم اللي بتتحط للاكل، لان الطماطم ليها اضرار كتير قوي، وخاصة لما يكون في الجو حر وبنعرق كتير. الطماطم مليانة املاح يا جماعة، فيها املاح اسمها اوكزالات، دي بتضر الكلى جدا جدا جدا، فنحاول شوية نقللها في اكلنا. ماشي. انا هستخدم طماطم بس كمية صغيرة لان صينية بطاطس، فهحتاج فيها البطاطس والطماطم بس كمية صغننة، وكمان بصل. بس زودي في تغيير الفصول زي الايام اللي احنا فيها ديت، زودي في اكلك شوية البصل والثوم والليمون. يعني لو هتحطوا حاجه من الحاجات الثلاثه دول بلغوا في كميتها شويه عشان تغيير الفصول. جسم الانسان ما بيتحملش الفيروسات او البكتيريا اللي بتكون موجوده في الايام ديت. مسكت الفراخ بتاعتي اولا، طبعا انت منضفاها ومتاكده من نظافتها. وما شاء الله بتاع الفراخ اللي بيديها لي ديت حلو جدا جدا جدا، نظيف قوي. يا جماعه خدوا حاجتكم، انتوا كده كده هتدفعوا فلوس، فخدوا حاجتكم من مكان كويس انتوا تكونوا متاكدين من نظافته. تمام. دي فراخ بلدي، انا ما بحبش اخترع فيها ولا اعمل تتبيلات ولا يعني اضيف توابل كتير. انا بس كل اللي هضيفه عليها بصل وملح وفلفل، هخلطهم جامد جدا بايديا، وبعدين هدخلهم بين الجلد في كل مكان في الفرخه. ماشي. هحطه في ميه الغلي او ميه السلق يعني، قرنفل وحبهان بس. وطبعا البصل كده كده انت مدخلاه في انسجه الفراخ. رصي الفراخ بتاعتك في الحله اللي فيها ميه بتغلي وفيها شويه التوابل اللي قلنا عليها دول، وبس. سيبيها بقى على جنب عشان هي تاخد البلدي، هياخد وقت شويه عن الفراخ البيضاء. تمام. تعالوا بقى نعمل الحاجه التانية. البطاطس هنعملها خفيفه جدا وتحفه، وطعمها روعه وريحتها لا تتخيلي جمالها. والاكله ديت يعني مش هتوقفك في المطبخ كتير اساسا، يا دوبك هتحطي الفراخ بتاعتك في السلق وهتعملي اللي انا هقولك عليه ده. نضفتي البطاطس، وحاولي في ايامنا ديت برضو في الصيف بيرشوا الخضار بحاجات عشان ما يمرضش، او السوس او ما يبص، يعني بيرشوه ببودره. فانت لما تيجي تقشري البطاطس بتاعتك خدي شويه مش صغيره، من يعني حبه كبيره كده من سمك القشره، ما تاخديش القشره على الحرف خالص من بره، لا، خدي شويه من اللي جوه كمان، واشطفيها كويس. ويا ريت لو نقعتيها في شويه ميه حبه كده، وقطعيها سلايز زي ما احنا عاملين كده، تقريبا سمكها سنتي او سنتي وشويه، سنتي ونص مثلا، لان انا هندخلها الفرن. تمام. عشان ما تتهريش وتتكسر منك. بالنسبه للبصل انا بقطعه قطع كبيره، وحط كميه كويسه، حط كميه كبيره بصل. تمام. قطعيه شرايح او جوانح كده زي ما بنقول. تمام. وحطي معاهم كمان طماطم. الطماطم برضو هقطعها قطع كبيره مش صغيره، علشان طبعا الطماطم تسويتها ما بتاخدش وقت كتير على النار او في الفرن يعني. قطع كبيره عشان ما تتهريش منك. تمام. وبس قطعة يعني طماطميتين 3 كده بس للون او للشكل يعني للاكل، وطعمها حلو برضو طبعا. بس انا قصدي نقلل الطماطم شويه في الاكل بتاع الصيف يا جماعه، عشان احنا مش متحملين، جسمنا مش هيتحمل الاملاح الكتير اللي في الطماطم. البصل خفيف جدا على المعده. البطاطس اللي معموله بيوريه او اللي معموله بطريقه ديت خفيفه جدا على المعده، الجسم ما بيتعبش ابدا في هضم الحاجات ديت. تمام. وطبعا انا عندي شرايح فلفل، وحطيت فلفل اسود، وحطيت ملح بس. ما فيش اي توابل مجهده للمعده ولا اي حاجه خالص مجهده اللي هياكل الاكل ديت مش حاسس انها تقيله، لا، خفيفه جدا وحلوه، وما بتاخدش وقت ابدا في تسويتها. بس انا هحط شويه ميه كمان فوق الميكس الخضار ده علشان ما تلزقش منك من تحت، ومعلقه سمنه بلدي، وتقلبي ده كله يا حبيبه قلبي، وتغطيه بورق الزبده وفوقيه ورق الفويل. ما تحطيش ابدا خالص ورق الفويل بتاعك فوق الاكل، وخاصه وانتي بتسويه. تمام. ادي معلقه السمنه وشويه الميه حطيناهم خلاص. وغطي بقى ورق الزبده الاول علشان يبقى حاجز ما بين الالومنيوم والاكل بتاعك، لان ورق الفويل ده الومنيوم وبيخرج بسهوله في السخونه. بس بتاخدي شريحه كبيره كده من ورق او قطعه كبيره من ورق الزبده دوت، ما فيش منه اي مخاطر نهائيا، ورق صحي وعادي جدا. تغطي بيه الاكل بتاعك ويبقى هو حاجز. بصي، دخليه على الاكل عادي عادي جدا، ما بيحصلوش حاجه ولا بيتحرق ولا اي حاجه خالص نهائيا.
بس بيكون حاجز. على فكره الرول ده كنت جايباها من عبد الله العسيم، مش غاليه ابدا، بحاجه 20 جنيه، يعني مش غاليه، وما شاء الله بتقعد فتره طويله. يعني اعتبريها مثلا ب 30 جنيه، هتقعد معاكي فتره طويله. كل ما تعملي اكل تحس ان اكلك ما بصش بسبب الفويل ده، او قللتي الشواتر او الحاجات اللي بتطلع من الفويل للاكل بتاعك. بس يا حبيبه قلبي هحطها بس على النار من فوق 10 دقايق كده، وبعدين ادخلها الفرن. تمام. ادي الفراخ البلدي بالشوربه بتاعتها، بسم الله ما شاء الله تحفه. طعم البصل فيها روعه، اللي هنا عملناه مع الفلفل الاسود وخلطناه جامد قوي بالفراخ. وادي طلعت من الفرن بتاعتي، بس خدي بالك عشان البخار ده سخن جدا. تمام، متلسعيش بس. وشيلي بقى، بصي كده الفويل ولا لمس الاكل بتاعك نهائيا. خلاص ده كله هنتخلص منه. خدي بقى الفراخ بتاعتك رصيها فوق البطاطس ودخليها على الشوايه. بس قبل ما تحطيها في الفرن هنرش عليها حاجه حلوه جدا 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 تديها لون روعه، وفي نفس الوقت مفيش تسبيك، ولا حطينا توابل كتير، ولا قدحنا السمن على النار، ولا حطينا سبكنا بصل كتير وطماطم كتير. خفيفه جدا وتحفه. بس يا حبيبه قلبي طبعا انسب اكله ليها هي انسب حاجه تتاكل معاها الاكله ديت، قصدي يعني الرز بشعريه. هنحط بس شويه من الكاتشب علشان التلوين بس بتاع الفراخ جوه الفرن. والصراحه والله خفيفه جدا وتحفه. وديكي طبختي طبخ كامل بدون حاجات تقيله على المعده مجهده. اساسا جسم البني ادم بيبقى مفرهد شويه في الصيف، مش مستحمل ابدا خالص الطبخ بتاع الشتاء التقيل. انا كل تفاصيل اكلي بتتغير بصراحه، محاشي وغيره بيتغير خالص تماما في الصيف. دي الشوربه والرز بشعريه هيتناسب جدا مع صينيه البطاطس الخفيفه الحلوه الروعه دي. وجبت بتنجانتين شويتهم على البوتاجاز وحطيت عليهم توم. التوم تحفه في الايام دي يا جماعه، ما تزهقوش من طعم التوم وسط الاكل كده، مش هيبان في بقكم ابدا والله. وخل ليمونتين مع فلفلايه حاره، وحطيت ده كله عملته ميكس جامد قوي وغرفته في الاطباق. البتنجان تحفه للناس اللي عندها انيميا او حاجه. عالجي نفسك في المطبخ بتاعك، ما تدوريش في الصيدليه على ادويه وعلاجات غير لما لا قدر الله المشكله تبقى كبيره جدا. لكن طول ما انت واقفه في المطبخ عالجي الانيميا، عالجي اجهاد المعده بالاكل الخفيف. تمام. بس يا حبايبي ده كان غدا النهارده. اتمنى من حضرتك تعملي لي لايك، وشكرا جزيلا لمتابعتك. يا رب تكوني استفدتي. وبس كانت اكله خفيفه وطعمها جدا جدا جدا. اعملوها والله هتدعولي، هتعجبكم قوي. وبس اشوفكم على خير يا رب في فيديو جديد.